المجموعة 39 كانت بتعمل مع منظمة سيناء العربية. كويس. تمام. ايه العلاقة وايه منظمة سيناء؟ انا هقول لسعادتك على العلاقة. لان في ناس كتيرة للأسف الشديد بتكتب على النت معلومات خاطئة. المجموعة 39 قتال كنا بنعمل مع نفسنا، ولكن كان في ضباط محترمين مدربين من الصاعقة كانت بتعمل مع منظمة سيناء لتدريبهم والعمل معهم. انما المجموعة 39 قتال قبل ما تسمى المجموعة 39 قتال كنا بنطلع بأسماء متعددة، أسماء وهمية يعني. القوات الخاصة المصرية، القوات الصاعقة، قوات الكوماندوز المصريين، منظمة سيناء العربية، وكل ده كانت هي فقط المجموعة بتاعتنا. وبكل فخر وشرف اللي انا كنت فيها، وكل الزملاء محمد شاكر السباعي، سيد محمد احمد الجلاد، اسماء لو عديت لسعادتك يعني اقعد يومين اقول عليهم يعني. فدي كانت هي الوقت بتاع المجموعة. طيب انجازات المجموعة 39. احنا عارفين ان المجموعة 39 كان لها الفضل في اول اسير اسرائيلي. تمام. الاستاذ احمد ممكن يكلمنا باعتباره مؤرخ عسكري. انا كنت اقول لسعادتك ندي برضه فرصه للاستاذ احمد، وانا هكمل معاه برضه. احنا الاثنين كلنا مع بعض في الحوار ان شاء الله. هو اثروه عن طريق كمين، يعني ما كانش الهدف من العمليه اسير اسرائيلي، لكن هم كانوا قايمين بعمليه كمين على الضفه الشرقيه للقناه لدوريه اسرائيليه مكونه من عربيتين نص جنزير محملة بجنود. طبعا تم رصد المعادن اللي بتمشي بين النقط اللي امام المنطقة دي، وتم عمل كمين للدورية بواسطة ابطال المجموعة 39 قتال. حطوا الغام واستنوا بالاربجيهات والاسلحة الآلية، وبالفعل قاموا بالتعامل معهم، فدمروا عربية والتانية حاولت تهرب فطردوها. طبعا قتل كل اللي في الدورية عدا جريح واحد، يعقوب بروني، كان جندي إسرائيلي. فطبعا خدوه ورجعوه معهم للضفة الغربية، وأثناء علاجه مات. نعم. فطبعا هي احدى العمليات الشهيرة للمجموعة 39، وكان لهم الفضل في اسر جندي اسرائيلي، وبالتالي يعني قضوا على الاسطورة الكاذبة. ان في جندي سوبر وجندي لا يمكن القضاء عليه بكل بساطة. الأكذوبة دي كلها اتحطمت بعد اقتحام خط بارليف. بس كان الفضل المجموعة 39 اللي بدأت الكلام ده كان قبل 73 بسنتين، يجي 4-5 سنين اثناء حرب الاستنزاف. اثناء حرب الاستنزاف. طبعا هم ليهم الفضل، وعن طريق العمليات اللي قاموا بيها أمكن تحديد كيفية اقتحام النقط الحصينة بفضل جهدهم اللي قاموا بيه يعني. سيادة الرائد، بعد استشهاد عبد المنعم رياض، أيوة، صباح استشهاد عبد المنعم رياض، انتوا اقتحمتوا واحتلتوا المعدية رقم 6. تمام. وكان اول مرة يترفع العلم المصري على ارض الاحتلال. انا هقول لسعادتك استاذ بلال باختصار شديد، لان انا كنت يعني لو انا قعدت احكي يعني ممكن تقعدوا معايا هنا اسبوع على ما نكمل العمليه دي بالذات. احنا نفسنا والله. ربنا يخليك. ولكن الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض من اعظم الابطال الاعزاء، اللي كان بيعتبر الجندي والضابط المصري هم ابنائه. نعم. ولما كان بيمر على الجبهه بقى هو ماشي في وسط اولاده وابنائه من الضباط. نعم. فكان في الاسماعيليه امام الموقع نمرة 6، فاليهود العدو رصدوا بالنظارات الميدانية اللي عندهم، وبدأ يضرب دانات. جت دانة من الموقع اسمه موقع لسان التمساح في نمرة 6، أيوة. وقتلت الشهيد البطل في وسط جنوده وفي وسط ضباطه على الجبهة. بناء عليه المرحوم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وبكرر تاني لان الراجل ده انا بعزه وبحترمه جدا وبحبه جدا، اللي كلم المرحوم الفريق اول محمد احمد صادق ان وكلم الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي ان عايزين ناخذ بالطار للشهيد عبد المنعم رياض. نعم. وفعلا
الشهيد عبد المنعم رياض استشهد في 9 مارس سنة 1969. وده نفس اللي قدمت بيه اسرائيل احتجاج رسمي ب 9 مارس 69 ضد الوحشيه اللي بيقولوا عليها اللي انتوا استخدمتوها، لان لما دخلتوا احتليتوا ضربتوا بالمدافع وموتوا ناس كتير جدا منهم. تمام. 9 مارس قبل ما انسى واقول لسعادتك ان ده بقى يوم الشهيد. نعم. ويوم جمعيه المحاربين القدماء. نعم. 9 مارس. ف ليله الاربعين هو استشهد 9 مارس. ليله الاربعين للشهيد كان الشهيد ابراهيم الرفاعي رحمه الله مجهز لعمليه بعد تدريبنا على مواقع تخت رمل صغيره لما وصلنا الاسماعيليه، وبدأ نشرح الملاجئ والمواقع اللي احنا هنهجم عليهم فيها. ده بعد الاستطلاع المستمر من قوات الاستطلاع او سلاح الاستطلاع بتاعنا، الجند المجهول في بلدنا، الجند المجهول اللي بيعمل الكثير والكثير ولم يذكر ومحدش بيقول عنه حاجة. الاستطلاع مش من انا كنت مخابرات حربية واستطلاع، ولكن انا بتكلم عن الاستطلاع فعلا. الجند المجهول في المعركة في المعارك، دفاع جوي مجهول، كله ده كان مجهول. زي ما سعادتك قلت عن ان القوات الجوية بس هي كانت الضربة الاولى. فتم عبرنا القناة الساعة 9 مساء بمجموعة الابطال، منهم اللي هو محي نوح، وسام عباس حافظ بدون القاب معلش، المرحوم عبد العزيز، محسن طه، رفعت الزعفران، مجموعة كبيرة، سمير نوح وامثال، مجموعة متوزعين كل واحد عارف هيعمل ايه. تمام. فطلعنا واتعمل مجموعة قطع طريق للنقيب ايامها محسن طه. نعم. لقطع طريق لعدم الامداد لأي دبابات تتقدم واحنا بنعمل عملياتنا على الموقع. وفعلا المدفعية المصرية كان قائدها الله يرحمه المشير أبو غزالة، كان أيامها عنيد الله يرحمه، وساعد الأول ضرب تمهيدي على المواقع الإسرائيلية، واحنا كنا ساعتها راكبين اللانشات لحد ما نوصل للموقع. الموقع يعني مستطلعينه كويس، مفيش عليه اي نطاقات من الاسلاك الشائكة، مفيش اي شيء. احنا نزلنا من اللانشات طلعنا الموقع. الناس دي في ناس تقول لي لا ده شجعان، انا بقول اكبر خلق الله لان اتعاملت معاهم تماما. طلعنا الموقع، كل واحد عارف طريقه فين. رمينا لهم قنابل دخان زي القنابل اللي كانت بتترمي دي في التحرير والحاجات دي، بس دي خانقة على اساس يبدأوا يطفشوا من الملجأ. وفي قنابل اسمها قنابل هجومية. القنابل الهجومية بتعمل صوت يرعب وما بتموتش. رمينا لهم من الهوايات اللي فوق الموقع. لقيت كان معايا البطل هنيدي مهدي ابو شريف، الشهيد الله يرحمه الجيزي من الابطال العظماء، اللواء احمد رجاء عطيه كان برتبة رائد، السيد محمد احمد، ابطال دولة المصاعقة البحرية وفي من الجيش. يطلع حظنا ان لما المدفعية ضربت كله دخل زي الارانب جوه الملاجئ. نعم. ندور على حد ما تلاقوش حد، واحنا قلنا الناس دي استطلعنا بيهرج، ده احنا فين اليهود اللي هنا، احنا بنحارب مين؟ فين. تمام. ففوجئت لقيت الجنود والضباط بتوعهم مخنوقين وطالعين، ماسك الرشاش بتاعه بيضرب في الهواء كده عشوائي، مش شايف لان طالع عينيه مقفولة من الدخان، مش شايف. انا اول ما شفت كده اعوذ بالله من كلمة انا، محمد شاكر قال لي الحق لاني طالعين هم، انا والبطل هنيدي مهدي ابو شريف والشهيد الجيزي، كله بدأ يتعامل. نطيت انا وهنيدي قدام باب الملجأ، ويطلع حظنا اننا نقتل 30 عسكري وضابط اسرائيلي انا وهنيدي ما شاء الله، والزملاء العظماء الباقيين سترنا. ده غير الملاجئ التانية تعاملوا معاهم، طلعوا في الاخر 44 جندي وضابط اسرائيلي. ناخد بطارهم للشهيد عبد المنعم رياض. في البطل وامثاله قام بتفجير مجزرة، قطعنا الارائل اللاسلكي، اخذنا الاسلحة، كل ما في الموقع اخذناه، وبدأنا قعدنا ساعتين كاملتين. نعم. وتم انسحبوا الشهيد ابراهيم الرفاعي والمرحوم البطل
مصطفى كمال كان قاعد لنا على الضفه الغربيه، معلش مش هطول عليك قوي. نعم. مصطفى المرحوم مصطفى كمال، الناس دي اصلها تعز علينا اننا مش موجودين، فلازم نتكلم عليه. لازم ياخدوا حقهم. ما كانش بيسيبنا، وكنا مسمينه الاب الروحي للمجموعه. نعم. والمرحوم الفريق اول برضه محمد احمد صادق كان الاب الروحي للمجموعه رقم 1، والعميد اللواء مصطفى كمال رقم 2 لنا. فقال انسحبوا، كانت معظم الناس مش عايزين يمشوا. نعم. خلاص احنا خلصنا على الموقع. نعم. استشهد اتصاب اللواء محي نوح، كان ايامها رايد، والشهيد الجيزي برضه اتصاب. نعم. اللواء احمد رجاء عطيه قال له انسحب يا جيزي، انت اتصبت بفخدك، انسحب. نعم. وعمال شغال في المعركه. وفي اخر ما خلصنا لقى الجيزي واقف ماسك بندقيته وهو مصاب، هو السيد محمد احمد ومحي نوح. طيب انا عايز اخد ضرب مطار الطور استاذ احمد. ايه القصه بتاعته؟